السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاناني أي باللغة العبرية ها أنا ذا. لقد عدنا إلى جينا والله. جينا بقى نفضى بقى اللي نشوف بقى بيعملوا فينا ايه وبيغفلونا في ايه والكلام ده كله. الناس اللي كانت عماله تقول لي هو انت فين، انت مغيره مكانك ليه، انت مش عارفه ايه. انتوا طبعا عارفين يا جماعه ان السنه دي حطت مخلل. اقسم بالله كان كل 5 ثواني امتحانات، كل كوتش يا امتحان بكره. فاحنا بقى اخر يوم امتحان بتاع الولع احمد، خدنا الولع عماد من الامتحان ورحنا على اسكندريه. الحمد لله قعدنا لنا حوالي 4 5 6 كده ورحنا جايين. الحمد لله الحمد لله. استجمينا كده وعملنا ريفريش للطاسه ونيجي بقى نستقبل الحر والكلام الجميل اللي الحر ده. هو بشكر كل الناس اللي قعدت تبعت لي انت فين، انت مختفيه، انت مش باينه. بس صراحه كنت عايزه اعمل كده، اغمض كده هو واقعد ساكته ولا بطل زن. ام هند، انا كنت عملت اخر فيديو لما كنت بتكلم لو الناس عايزه تشيل ذهب وان النصاب 80. ان انا عارفه والله يا جماعه النصاب انا مكمله في الفيديو. يعني انا قلت بس غالبا باقي المقطع ده مش محطوط، لان لما لقيت الناس عماله تكتب فقعدت راجعت الفيديو. غالبا انا نسيت احط المقطع ده او هو في المونتاج اتشال، انا مش عارفه بقى والله. انا قلت احنا بنطلع على ال80 تحسبا، يعني احنا انت تعمل اللي عليك تطلع على الاقل، عشان يعني دايما كده كان ابويا الله يرحمه يقعد يقول لك اما تيجي تطلع في زكاة المال او تطلع في زكاة اي حاجة طلع على الاقل، يعني مش على الاكتر، علشان ربنا يبارك، وعلشان دايما يقول لك ايه ما يبقاش ليك انت، ما يبقاش عليك، قصدي ما يبقاش عليك فلوس، ما يبقاش عليك فرض كنت لازم تعمله، فانت سبق واعمل بالاكتر. فانا النصاب يا جماعة 85 جرام عيار 24، ده النصاب الاصلي اللي المفروض يطلع عليه الذهب. انا قلت ان احنا بنطلع من 80، كل واحد حر، بس النصاب الاصلي 85 عيار 24. نقطه حبيت اوضحها. نيجي بقى لموضوعنا. انا اي بني ادم مصري اصيل، النير رواه والخير جواه كما قال الشاعر الكبير الاستاذ احمد ماهر. فعندي كده حاجات خاصة، يعني تقدر تقول مثلا فقرية، تقدر تقول يعني حاجات كده. هو زي ايه مثلا الناس تقول لك لا ده الموز الامريكاني. هو في احلى من الموز الامريكاني؟ تلاقي الموزايه قد الدراع كده 7 متر موز. فانا لا، انا احب الموز بتاعنا الجميل ده، هو ابو نقطة سودا ده. عارف انت اللي لما يقعد كده تاني يوم كده تيجي تاكله كده تلاقيه من جوه. طب اتكلم انت وانا هسكت. بس ما تجيش الا بالعين الحمراء. ما علينا، نيجي الموضوع. فانا احبه بقى الموز ده اللي تاني يوم كده تلاقي عارف ده اللي جميل، ده جميل. حاجه تاني بقى، انا من الناس برضك اللي هي بتستنى التفاح المصري. عارفه اللي نص احمر ونص اخضر ده؟ عارفه اللي تلاقي التفاحيه كبيره كده وتاكلها تعمل خش خش. الخشت دي بقى بتغسلني من جوه. مع احترامي يعني لكل البلدان وكل بقى جنسيات التفاح، امريكاني لبناني سوري اماراتي، مع احترامي يعني لكل الدول العربيه والاجنبيه الشقيقه وغير الشقيقه، انا بحب التفاح المصري وبستناه. يعني تلاقيه كده العيال يجيبوا تفاح كده في الموسم مش بتاع التفاح المصري بياكلوه. انا لا، خدي التفاح يا حاجه. لا والله انا مستنيه المصري الجميل ده ابو 3 جنيه ده الجميل. بتقول ايه ولا 3 جنيه مين يا ست؟ بقى ب10؟ ابو 10 ده الجميل. يا ريت ب10. ابو 15 ده الجميل. 15 صح؟ يا ولا في ايه؟ يا ما مشغله من 15 بقى، ما هو مشغله من 15 يا ولا يا محمد. شكلك كانت ست عشان نمت كتير عشان ما صدقت ان عماد خلص. هو انا نمت قوي كده ولا يا محمد؟ نمت قوي كده؟ ما هو الاسعار غليت يا ست. الاسعار غليت؟ حتى التفاح؟ بجد والله؟ لا اله الا الله. وما قلتليش لا هي ولا يا مراد ان الاسعار غليت؟ ما انت كنت نايمه. انا شكلي نمت كتير بقى يا جماعه. فانا صحيت من النوم
ها سعيد، وانت كمان عايز تقول حاجه؟ غلت الاسعار؟ ماشي شكرا. انا كنت نايمه يا جماعه، اذ فجاه صحيت لقيتهم بيقولوا لي ان التفاح المصري ب45 جنيه. 45 جنيه دول من كام سنه حضرتك؟ انت كنت تروح سوق اكتوبر تجيب بهم قفص تفاح، قفص بحاله كده من بابه، تاخده انت كده وانت مروح وتديه 5 جنيه، يقول لك هات 5 جنيه حق القفص بقى عشان انت تاخد القفص بالتفاح. فهو في ايه؟ في اقسم بالله يعني ايه اللي بيحصل؟ كما قال الحكيم حكيم، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ يعني التفاح يبقى 45 جنيه؟ كان دايما كده يقول لك التفاح ده يا عم ده فاكهه الغلابه يا عم. اقسم بالله انا كنت اوعى على التفاح ده لما كان بايام كيلو ونص ب5، ايام تجيب ال4 كيلو ب10، في اخر يعني لما يطلع بقى ويرطرط كده مثلا ممكن تجيبه ب2 جنيه. لكن تقول لي ان التفاح وصل 45 جنيه؟ بالك انت 45 جنيه دول يعني يجيبوا ايه؟ يجيبوا ايه حضرتك؟ 45 جنيه دول كانوا زمان مثلا يجيبوا لك بتاع كيلو لحمه، او حياه ربنا كانوا يجيبوا بتاع كيلو لحمه. انا اتصدمت من اللي انا عماله اسمعه. ما هو يعني الناس هتاكل ايه؟ الناس هتاكل ايه يا حكومه؟ مش عايزه تبص علينا. لما رحنا اسكندريه عايزه اقول لك بقى، يعني غير ان الاسعار غاليه، استغلال من الناس، او يمكن مثلا الاستغلال ده اكيد بيحصل هنا بقى، يعني مش قصدي في اسكندريه بس. كل الناس عارفه عيش الجميل الكبير لاسكندريه. لكن علشان انا كنت بنزل مثلا مع العيال واشتري والكلام ده، كوبايه الزبادي المراعي اللي هي العاديه دي، لو في عروض او اي حاجه بتلاقي السته مع بعض كده الباكت ب30 جنيه، تمام. ما فيش عروض بتلاقي السته مع بعض برضو نفس ذات السته ب36 جنيه، يعني الكوبايه بتتراوح من 5 جنيه ل6 جنيه. المهم جينا نشتري زبادي للولد الصغير ده، بجيبها له اول باول، فاللي هو مش هناخدها معانا من هنا. المهم رحنا نشتري الباكت بتاع الزبادي. سلام عليكم يا حاج ابو حنان، عايزين باكت زبادي المراعي، شكرا. كام؟ قال لك 60 جنيه. 60 جنيه؟ يعني لقيت الراجل بقى إيه اللي عايش معانا في البيت، الحاج صاحب البيت، جاي بقول له بيقول له واحنا بنجيب الزبادي هناك بكام؟ قلت له بتبقى بكذا او كذا، عشان هو بيجي يقول لي انا ما اعرفش اسعار. يعني هو جاي بيسالني مصدوم. قلت له انت بتقول لي ساعات ب30 وساعات ب36. قال لي انا جايب باكت الزبادي ب60 جنيه. فدخلت بقى قلت له لا اديني الباكت ده. قال لي قلت له اديله، اقسم بالله هاتولي بس كده. دخلت على الراجل قلت له لو سمحت هو الزبادي بكام؟ قال لي ب10 جنيه. قلت له الايه ب10 جنيه؟ الايه يعني كل ايه يعني؟ قال لي علبه الزبادي ب10 جنيه. قلت له ليه؟ قلت له ده احنا عندنا ب5 وب6. مثلا مش هقول لك انه محل مثلا في جوه شط مثلا فبيعاملك سياحي، او مثلا محل في اون زران او الحاجات اللي هي بتبقى جوه البنزينات دي، لا عادي محل فاتح في الشارع كده ولا اي حاجه. قلت له ليه ب10 جنيه؟ ليه؟ قلت له لا رجعها لي. بيرجعها بقى ومتعصب. قلت له لا ما تتعصبش قوي كده، انت شايفني داخله عليك بالبورنيطه؟ شايفني راكنه الفيل بره وعماله متضايق ان انا رجعتهم وقدام الزباين بقى وعماله اقول له احنا جايين بالبورنيطه واحنا اجانب يا جماعه، احنا سياح. يعني ايه ازازه الميه المعدنيه 9 جنيه؟ طيب ليه بجد؟ يعني انت مثلا لو رايح بقى، هل ده بيحصل في اسكندريه عشان يقول لك الناس جايه مصيفين والكلام ده؟ هو حضرتك جاي مصيف مش جاي اعاره من دبي؟ يعني انا ما فهمتش برضو ايه المغزى. طول ما هو ما فيش رقابه، وطول ما فيش ناس بتنزل تفتش في الاسواق اللي بيحصل، الناس بتبيع ايه الكلام ده كله. عندك الاندومي ماشي، انا معوداهم ان هي مثلا بياكلوها مره في الشهر، مرتين بالكتير قوي. فخلصوا الامتحانات، هو اليوم ده كان مخلص فيه الامتحانات الولا عماد، فقال لي هات لنا بقى اندومي عشان احنا ما كناش بقالنا 3 اسابيع. فقلنا ماشي، جينا نجيب الاندومي لقينا العلبه
الكيس قصدي ب9 جنيه برضو، ولا مش عارفه ب8.5 حاجه كده. هو ليه الاستغلال ده يا جماعه؟ يعني انا عايزه افهم ليه. مش كفايه اصلا الاسعار غاليه والناس مش عارفه تعيش؟ كيلو التفاح ب45. هتقولي ما مش لازم الناس تاكل تفاح وبدايل. هو احنا هنجيب بدايل للحمه ولا بدايل للسكر ولا بدايل للزيت ولا بدايل للفراخ ولا بدايل للرز ولا بدايل للمكرونه ولا بدايل للعيش ولا بدايل لايه بالظبط؟